تعرف ان قرصة ناموسة واحدة بس ممكن تسبب بموتك؟ الموضوع مش مبالغة، الناموس هو اكتر كائن فتكا في الكوكب وبيسبب بموت اكتر من مليون شخص في السنة. الموضوع ببساطة ان لما الناموسة تيجي تعضك وهي بتسحب الدم منك بيكون جواها بعض من الفيروسات والطفيليات الخطيرة اللي بتنتقل عن طريق العملية ديت لدمك انت شخصيا. فعندك مثلا الملاريا، واحد من اخطر الطفيليات اللي عدت على الكوكب، وخطورته بتتمثل في انه بيدمر كرات الدم الحمراء. ده غير ان في بعض الامراض زي حمى الضنك والحمى الصفراء اللي بتؤدي لنزيف وكمان بتعمل فشل كبدي. اللي فات ده كله كوم، والفيروس ده كوم تاني خالص، لان هو بينتقل عن طريق عضة الناموس وهو فيروس زيكا. خطورة الفيروس ده بتتمثل بانه بيصيب الاجنة وبيعمل لهم تشوهات زي صغر حجم الراس وتلف الدماغ، ودي اخطر حاجة بيعملها لان هو بيدمر الاجيال الجاية. وخلي بالك ان مش كل الناموس بيعض. ايه ده يا دكتور احمد، هو في ناموس بيعض وناموس ما بيعضش؟ ايوه في كده فعلا، الاناث من الناموس هم اللي بيقوموا بعمليه العض، اما الذكور اخرهم بس ان هم يشفطوا رحيق من الزهور. فسبحان الله، الذكور غلابه، كل المشاكل في الاناث. وطبعا احنا اتكلمنا عن جزء بسيط جدا من الامراض، حرفيا وانا بدرس في كليه الطب البيطري كان نسبه كبيره جدا من الامراض بتنتقل عن طريق الناموس، او العائل الوسيط هو الناموس. وخلي بالك ان الموضوع فعلا مش هزار. ولو عجبك المحتوى الطبي ما تنساش تعمل فولو ولايك، ولو عندك اي موضوع حابب نتكلم عنه اكتبه لي في الكومنتات. سلام.